الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الرزق. ثانيا أشكر والدي اللي سوى المستحيل على مودي، وإن شاء الله أقدم كل ما لدي، إنه قليل بحق اللي أقدمه. وأشكر مؤسسة زونا جول والكابتن أبو عبد العزيز اللي ما قصر وياي وقف وياي بالمعلومات اللي قاموا فيها. كابتن مصطفى أحمد، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. كيف حالك؟ طيب الحمد لله بخير. طبعا منور جدا من كم يوم. الطموح يعني بس مو في الخليج العربي. اكيد لا، طموحي باوروبا والدوريات الخمسه الكبرى ان شاء الله. يعني في تواصل مثلا تشوف انت من انديه خارجيه؟ اكيد جدتي يعني داخليه بعض يعني التنسيقات في اوروبا، وان شاء الله المواسم القادمه يعني تكون يعني في مثلا استعدادات بالصيف او انضمام لتجارب، او لان انت الان ما شاء الله وضعك يعني 90% عدى. ان شاء الله بالفتره الصيفيه نجرب في اوروبا. طيب كابتن مصطفى، هذه الحين مرحله جديده لك. وش تتوقع في قادم الايام؟ والله انا اتوقع انه تكمل اقامتي والعب خلال هاي الفتره بالدوري السعودي ان شاء الله. والله للحديث بقيه، بس احنا يعني حبينا نعرف كابتن مصطفى كان متواجد في مدينه جده، لكن فاجأنا انه ما شاء الله والده تمت الامور عنده. طبعا هو الحين مدير عام في مؤسسه رياضيه، صح ولا لا؟ صحيح. يعني العائله كلها رياضيه. رياضيه ما شاء الله تبارك الله. بالتوفيق لك. الله يسلمك ابو ساره. ونشوفك ان شاء الله في منتخب العراق. انا يعني احنا متفائلين ترى. ان شاء الله. يعني مو بس ترى انك يعني تلعب في نادي او اكيد المنتخب الوطني. يعني انا مراهن عليك انك تلعب في منتخب العراق وتصير احد النجوم ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله بخلص اجراءاتي خلال الاسبوع القادم لحد فتره يناير، واذا ما خلصت ان شاء الله على الصيف القادم اكون جاهز. ما شاء الله تبارك الله. يعني تكون احد المواهب العربيه القادمه ان شاء الله في دوري روشن ان شاء الله. او يعني انت موهوب يا كابتن مصطفى. الله يسلمك. احنا محظوظين والله محظوظين صراحه يعني. والشكر صراحه بعد توفيق الله لوالدك العزيز اكيد اللي ساعدنا يعني في قامته وذا، وشيء انك تبيض الوجه ان شاء الله. اكون ابيض الوجه لوالدك. لوالدي اكيد. من خلال تعب سنة ونص شفنا المصداقية من أكاديمية زونا جول، كل الثقة والدعم المادي والمعنوي صراحة، وما أقدر أوصف التعب اللي تعبوه وياي، وإن شاء الله أرد لهم الجميل، ومن الله التوفيق.